اللهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، يا رب ارزق كل من فتح هذا المقطع وقال أمين. اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب، اللهم حقق أمانيه، اللهم اجبر بخاطره، اللهم سخر له بركات السماوات والأرض، وسخر له ملكوت السماوات والأرض، وسخر له ملائكة السماوات وجنود الأرض. واعف عنه يا رب، وفرج همه، واقضي دينه، وسهل له أموره، واسعده في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، هو وكل من قال آمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كيف يعرف الإنسان أنه مسحور؟ وما هي اللغة التي تستخدم في السحر؟ وما هو الماء الذي يخرج الجن من جسد الإنسان؟ إيه هي المية اللي لو استعملتها هتخرج جن من جسمك؟ ومن هو الذي لا يضره ساحر؟ هل السحر موجود؟ نعم، السحر موجود، لقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما هي أنواع السحر وأقسامه؟ تتعدد أنواع السحر وأقسامه بتعدد الاستعانة به، فمن الناس من يستعين بالنجوم وبالكواكب، ومنهم من يستعين بسرعة اليد وخفة الحركة، ومنهم من يستعين بالنفخ في العقد، وهن النساء اللواتي ينفخن في العقد بدون ريق، لقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وما هي آثار السحر على الإنسان؟ آثار السحر على الإنسان كبيرة ومتعددة، وقد تصل أحيانا إلى الموت. وكيف يعرف الإنسان أنه مسحور؟ إذا أصيب الإنسان بأي مرض وذهب إلى الأطباء ولم يستجيب لأي علاج، فمن الممكن أن يكون مسحور. وكيف تعرف الحاسد؟ يعرف الحاسد بثلاث خصال: يتكلم عنك في غيابك، ودائما تلقاه يشمت بالمصيبة، وإذا رأى الخير عندك ينظر إليه بنهم بطريقة ملفتة. ومن هو الذي لا يضره ساحر؟ يعني لو اجتمعت السحرة كلهم علشان يعملوا حاجة، محدش يعرف يعمل معاه أي حاجة. أول شيء الذي يحافظ على قراءة سورة البقرة، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. وأيضا المتوكل على الله، لقوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وما هو أكثر شيء يؤلم إبليس؟ طاعة البشر لأوامر الله، هذا يؤلم إبليس، وكذلك رمي الجمرات. ولماذا يرجم إبليس؟ إحنا بنرجم إبليس ليه؟ إيه اللي هنستفاده من كده؟ أولا، طاعة لله، وسنة عن النبي إبراهيم عليه السلام، عندما تمثل إبليس لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ليصدهم عن أوامر الله، فنحن نرجم إبليس استجابة لأمر الله. ومن هو أبو الجن؟ إبليس أبو الجن، كما أن آدم أبو البشر. هل الجن يذهب للحج ويسافر مثلنا؟ طبعا، الجن المسلم أو الجن المؤمن. هل هذا الجن يرجم إبليس؟ يفعل كل أركان الحج وواجباته، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن معا، والذي يؤمن من الجن بالله سيدخل الجنة، لقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والجنتان هما بستانان في الجنة. يبقى معنى كده إن الجن هيرجم أبوه، صح؟ هل كده هو عاقل أبوه ولا لأ؟ لأ طبعا. آدم عليه السلام أبو البشر، فمن أبناء آدم الشياطين، لأن الشياطين لا يكونون من الجن فقط، ولكن الشياطين يكونون من الجن ومن الإنس، لقوله تعالى:
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، والشياطين هم المردة الذين يتعدون على حدود الله، فالشياطين يكونون من الإنس ومن الجن، ومع العلم أن شياطين الجن أقل ضررا من شياطين الإنس، فشياطين الجن يذهبون عنك بقراءة القرآن أو بقراءة آية الكرسي أو بقراءة سورة البقرة أو بالاستعاذة بالله منهم. أما شياطين الإنس لا يذهبوا عنك حتى لو قرأت عليهم القرآن الكريم كاملا، لقالوا لك إنها هنا قاعدون. ما هو اسم إبليس قبل أن يعصي الله سبحانه وتعالى؟ قيل أن اسمه عزازيل، وكان من ذوي الأربعة أجنحة، وكان في منزلة عالية بسبب عبادته، ولكنه اغتر بها. وهل كان عنده 4 أجنحة والملائكة جناحين فقط؟ بالنسبة للملائكة لهم أجنحة أكثر من ذلك، فقد رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وله 600 جناح. ولكن إبليس كان في منزلة عالية بسبب عبادته لله، ولكنه اغتر بهذه العبادة. وإبليس لم يشرك بالله أو لم يكفر بالله، ولكن كفر إبليس وشرك إبليس هو الكبر والحقد والعناد. فقد رد الأمر على الله سبحانه وتعالى، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فيه ناس كتير لا تعرف من هو أخو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مين هو أخو النبي؟ لم يكن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخ واحد، وكان للنبي 6. والمعنى أنه لم يكن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إخوة إلا عن طريق الرضاعة. أولهم حمزة بن عبد المطلب، عمه وأخوه من الرضاعة، أبو سلمة المخزومي، وأبو سفيان بن الحارث، وكذلك أنيسة بنت الحارث، والشيماء بنت الحارث، وعبد الله بن الحارث، أبناء حليمة السعدية. ومن هو النبي الذي دفن بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قيل أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، قد توفى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وضع في مكان وجعل له تابوت، ولكن في عهد عمر بن الخطاب أمر بدفنه كما يدفن الأنبياء، ولكن لا يوجد نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن الذي غسل النبي آدم؟ ومن الذي دفنه؟ الذين غسلوا النبي آدم عليه السلام هم الملائكة، غسلوه بورق السدر 3، وهم الذين دفنوه ليعلموا أبنائه. أما الذي صلى على النبي آدم فهو ابنه شيث، فقد قال شيث لجبريل عليه السلام: صل عليه، فقال جبريل لشيث: صل على أبيك، وصلى على أبيه وكبر 30 تكبيرا. ما هي العبادة التي فعلها المسلمون وأمرنا النبي بفعلها ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأذان. لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط. ولماذا لم يؤذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما الحكمة في ذلك؟ ل3 أسباب. السبب الأول: لو أذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكل من تخلف عن النداء لكان كافرا، حيث أنه كان داعيا، فلا يجوز أن يشهد لنفسه. ولو أذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن محمدا رسول الله، لتوهم البعض أن هناك نبيا غيره. ماذا كان يقول النبي في الصلاة؟ كان يقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالأذان جهري والصلاة سري. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد يقول: اللهم صل على محمد، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلم تكن جهرية. ومتى يموت إبليس؟ عندما طلب من ربه ينظره إلى يوم يبعثون، قال له الله: إنك من المنظرين، ولكن إلى يوم الوقت المعلوم. فهذا يكون بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث. والمدة التي يموتها إبليس 40 سنة. وعندما يأتي ملك الموت
ليقبض روح إبليس، يعطيه الله تعالى قوة أهل السماوات والأرض، ويقول ملك الموت لإبليس: لأذيقنك من الموت بعدد من أغويت. فلو لم تموت الناس من نفخة الصاق لماتت من صرخة إبليس. وما هي اللغة التي تستخدم في السحر؟ قيل أن اللغة السومرية هي التي تستخدم في السحر، وهي اللغة التي كان يكلمهم بها سليمان عليه السلام. وما هو الماء الذي يخرج الجن من جسد الإنسان؟ أولا يجب على الإنسان أن يتوكل على الله، فيقرأ على الماء الرقية الشرعية، وهذا الماء يوضع فيه ورق السدر، 7 ورقات من ورق السدر، ويشرب من هذا الماء ويغتسل به، كما أن ماء زمزم كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا: لما شرب له. فعلى الإنسان عندما يشرب من ماء زمزم أن يدعو الله أن يخرج أي مرض في جسده حتى وإن كان سحرا، فالله تعالى على كل شيء قدير وعلى كل شيء مقتدر. وما هي آيات الرقية الشرعية؟ أولا يجب على الإنسان المسلم أن يتوكل على الله ولا يتوكل إلا عليه. أما بالنسبة للآيات والسور التي تقرأ للرقية الشرعية: سورة الفاتحة 7 مرات، وآية الكرسي طبعا واردة في حديث أبي هريرة، وكذلك سورة البقرة. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وكذلك سورة الكافرون والإخلاص والمعوذتين. ولكن يكتفى في الرقية الشرعية أن تقرأ على الماء الذي وضع فيه ورق السدر، الفاتحة وآية الكرسي والكافرون والإخلاص والمعوذتين، ولكن يقرأهم القارئ متوكلا على الله ومستعينا به. دمتم بصحة وعافية وخير وسعادة، يا رب احفظكم.